هلا حبايب، شلونكم؟ ايامكم سعيدة وكل عام وانتم بألف خير. حبايب، حبيت اعايدكم من خلال هذا الفيديو اشاركه وياكم وان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. طبعا حبايب، هنا هذه ملابس العيد. طبعا صار لنا هواية ما مشتري ملابس العيد من امي، الله يرحمها، توفت ب2021 ولحد الان هذا اول عيد احنا نشتري ملابس. يعني هسه يلا فتحنا حزنة وان شاء الله ما تشوفون شر حبايب. طبعا هذا ملابس خواتي. هنا هذه اختي رهمت هذا القميص ويا هذا الكيلوت، ورهما هذا ويا هذا القميص المشجر، وهذا هو يعني كامل، هذا يعني هو مرهم واخذنا كلش حلو طبعا. وهاني اخذت هذا الفستان يعني كلش حلو، نفنوف، اي فستان يعني كلش حلو، عجبني، يعني قماشه بارد وصيفي ومريح بالصيف. وهذه اختي هم اخذت هذا السوت اسود، هم قلنا لها ليش اخذتي اسود؟ قالت يلا مو مشكله، اتعلم انا على اسود. تعلمنا. هاي حبايب اخر يوم برمضان، رحنا الكربلاء نزور والدتي واخويا، الله يرحمهم ويرحم امواتكم، وحتى يعني نصبح اول يوم العيد يمهم. وحبايب ابقوا ويانا بالفيديو ان شاء الله يعجبكم. طبعا هنا وقفنا يم هذا ابو القهوة، اخذنا قهوة شكليتية ودا نشربها ماكو، دا اصور لكم. طبعا انا كلش تعرفون احب القهوة. وهذه حبايب ابقوا وياي بالفيديو ان شاء الله يعجبكم، راح اشارككم تفاصيل رحلتنا وان شاء الله يعجبكم. اختي هم راحت له بالاسواق تشتري اشباس وهاي الشغلات، وجابت لنا يعني وياها، ان اشترت لنا والها، لان هي ما تحب القهوة، تحب هيك شغلات اشباس وحاب، تحب شاي اكثر من القهوة. هي القهوة كلش ما تحبها، بس اني كلش احبها هواية. انا وخواتي الباقيات يحبن القهوة الشكليتية، انا احب يعني كل شيء، كل انواع القهوة احب. وهاي هم كليتشة جايبين ويانا، طبعا هاي مشتريها مو احنا مسوية، والله ما لحقنا نسوي كليتشة فاشترينا يعني كليتشة وبدنا ناكل على الطريق لين جعنا. زين. وهذه طبعا بالطريق، هاي وصلنا كربلاء، اول ما دخلنا يعني لقينا هذه النافورة كلش حلوة، وقلت لهم والله ما علي الا انزل واروح يم النافورة وابقى واقفة شوية ارد اصور. كلش عجبني شكلها والوانها تجنن، وخالين يعني موسيقى وهاي الشغلات. حبايب ابقوا وياي بالفيديو استمتعوا.
جنن. طبعا هسه حبايب راح نكمل طريقنا. طبعا النافورة كلش كانت حلوة واستمتعنا بيها، ان شاء الله انتو همينة استمتعتوا ويانا. وحبايب هسه متجهين للوادي رأسا، قلنا لان اذا نروح للولاية ونزور نتأخر واليوم عيد فازدحام تصير بالمقبرة، بعد ما نقدر يعني صعوبة ندخل صعوبة نطلع. هسه تقريبا ساعة بالثنتين. هسه شوية يعني أخاف يعني نقدر نطب بسهولة يعني نكمل نزور على راحتنا أمواتنا، وإن شاء الله الله يرحمهم ويرحم أمواتكم ويرحم أموات الجميع، آمين يا رب العالمين. حبايب ابقوا ويانا بالفيديو. يا يما حاجيني يل نمتي بالمقبرة، يل نمتي بالمقبرة، صار العمر ضيجة تخون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة. طبعا حبايب هسه كملنا زرنا أمواتنا، الله يرحمهم ويرحم أمواتكم إن شاء الله. وهسه جينا للولاية نزور الإمام الحسين والعباس عليهم السلام، وراح ندعي لكم إن شاء الله الله يوفقكم ويحفظكم وتنولون ببالكم، آمين يا رب العالمين. حبايب ابقوا ويانا بالفيديو إن شاء الله يعجبكم. وهنا حبايب زرنا وندعينا لكم وصلينا، وهنا طبعا وزعوا هريسة، هاي كلش طيبة وياها هذن اكياس مال تمر، طبعا كلش طيبة الهريسة، بعمري بحياتي ما ماكلة هيجي هريسة، كلش طيبة تجنن ما شاء الله. الله يعطيهم مرادهم ان شاء الله، ان شاء الله واصل يا رب. كانوا واقفين ايرانيات يقولن سف 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 سف، يعني وقفوا السرة بالسرة، فيعني احنا وقفنا بالسرة والطونة. فاختي يعني شافتها طيبة هسه تقولي قومي لنا نوقف سف سف مرة ثانية. تعلمت من الايرانيات تقول سف سف مثلهم، تقول تجين نوقف سف سف مرة ثانية. طبعا كلش طيبة تستاهل والله واحد يوقف صف صف. يعني السرعة عليها. طبعا هنا اشترينا هذا الشرك، هذا خليله صبغ اللوزينة عود زعفران. فولدنا عبالهم هذا خبز ابو العنبة، قال شنو جايبين لنا خبز ابو العنبة؟ قلنا لهم لا لا هذا شرك وحاطي له زعفران. اقول هذا شو اسمه صبغ اللوزينة عود زعفران. طبعا واحد من يطلع ايش قد ياكل، نشتري وناكل وبعد ما نشبع من الاكل مال الشارع. طبعا هسه واقفين دا نشتري شاي، هاي دا نروح لطريقنا دا نروح للسيارة، فقلنا خلينا نشتري شاي لان نعسنا، قلنا بلكت يروح النعس من عندنا، فخلي نشرب شاي. هواي اكلنا وشاي ما شربوا. طبعا هاي بطريقنا للسيارة همينا وزعة وشوربة، واحنا اهل النفس الدنيا ما نرتاح ناكل. وهسه واخيرا صعدنا بالسيارة وراجعين للبيت، وكل هذا الاكل ويريدون ريوق. طبعا هسه من السيارة يقولون لا لازم اليوم ناكل قيمر واجبان وبيض، يعني ما يقدرون. وهسه راح نروح للبيت ونسوي هذا الريوق، وهم راح اصور لكم. طبعا حبايب هنا عطلت السيارة ونزلنا بهذا المكان الحلو. طبعا لعلكم تكرهون شيء وهو خيرا لكم. طبعا عطلت بهذا المكان، واكو مثل يقول مصائب قوم عند قوم فوائد، واني
طبعا كنت أضوء على هذا المكان وأتحسر أقول الله إيش قد حلو، أتمنى هنا أكون أجي أقعد وهذي، والله حقق أمنيتي. والله خلى السيارة شوية تبنشر، يلا ما يخالف، المهم شوية الله حقق أمنيتي بهذا المكان. هو صحيح يعني مكان بسيط وهذي، بس كلش أحب هيجي مكان والله صراحة، يعني أحب هيجي مكانات بسيطة وهادئة وحلوة. زين، وحبايب ابقوا وياي بالفيديو، استمتعوا وياي بهذا الأجواء. إذا أنتم تحبون هيجي شي يعني ابقوا وياي. مثل ما تشوفون واقفين يسوون السيارة، ولدنا وحدهم، هذول أهل السيارة الصفراء خطية وقفوا وهم ساعدونا هواية، الله يعطيهم العافية. أي خيال يقولون لا تشاقون، لا تشاقون الأشياء، احنا الشاقين هاي المواضيع. لا هاي شو اسمه، لا تمزحون بالأشياء التي تتعلق بالعقل الباطن. نعم، أي خيال. هاي نور هنا قاعد صيد غزالات من هذني الحشرات. وين هي؟ ما أدري. يا طارت. وهسه طبعا الحمد لله كملت السيارة وراح نصعد نروح. والله خوش تعطل السيارة بمكانات حلوة، حتى ذيك المرة من اجينا ذيك المرة ويا قبل لا نعرف السيارة مبنشرة، ما أعرف أهل السيارات يا أهل يفوت يأشر على السيارة، يا أهل يفوت يأشر على السيارة، فكلش اخترعنا عبالنا يعني بيها فتشي سيارة يخوف أو شي، كلش اخترعنا. فالحمد لله طلعت يعني بس مبنشرة، عدت على خير. طبعا هسه رجعنا للبيت وهنا مسوينا هذا ريوق. وحبايب وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تشتركون بالقناة، ومع ألف سلامة حبايب.